ريال مدريد ينوي بيع كامافينغا لتمويل صفقتين هجوميتين كبيرتين. لكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنتم من عشاق النادي الملكي فلا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك معنا في القناة. والآن هيا بنا إلى التفاصيل. ذكر تقرير صحفي إسباني أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز كان يستهدف عقد صفقة واحدة كبيرة تنحصر في التعاقد مع اللاعب الإنجليزي جود بلينغهام لاعب بروسيا دورتموند خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. لكن مع معاناة كريم بنزيما قائد خط الهجوم، سيكون الاتجاه إلى محاولة ضم لاعب آخر وهو بالتحديد إيرلينغ هالاند إلى جانب بلينغهام، ولذلك سيحتاج النادي لتمويل إبرام الصفقتين معا. بحسب التقرير فإنه من الممكن بيع لاعب خط الوسط الفرنسي إدوارد كامافينغا مقابل 130 مليون يورو، وهو يعد من أبرز أهداف مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة. أضاف التقرير أن الريال مستعد لبيع اللاعب الشاب في حال تلقى عرضا ضخما لبيعه.